بيريز يريد التعاقد مع مدرب مفاجئ لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد. أسطورة ريال مدريد إيكير كاسياس يهاجم الكرة الذهبية والفرنس فوتبول ويثير الجدل بإعلانه ليس فينيسيوس هو من يستحق الفوز بها. أشرف حكيمي يختار الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني أو التجديد مع باريس سان جيرمان الفرنسي. الريال يستقر على بديل تشواميني. إلى التفاصيل. استقر ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز على بديل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في النادي الملكي خلال الفترة القادمة، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغ برصيد 24 نقطة بعد الفوز 7 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراة واحدة. ويفكر ريال مدريد في إقالة أنشيلوتي بعد المستويات السيئة التي يقدمها مع الفريق منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى خسارته الثقيلة في الكلاسيكو بنتيجة 4-0. وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن بيريز يرغب في التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني في العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن رئيس النادي الملكي يرى أن دور أنشيلوتي سينتهي مع الفريق في الصيف المقبل، موضحة أن هناك خيبة أمل من أجلس الإدارة بشأن كيفية إدارة الموسم بعد وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد يدركون أن الوضع قد خرج عن السيطرة، ويرون أنه من الصعب عكسه خاصة بعد الهزيمة الكبيرة في الكلاسيكو. لكن الهزيمة أمام البارسا والطريقة التي حدثت بها فتحت صداعا قد لا تسده حتى الأرقام. لقد تم كسر الثقة مع أنشيلوتي. تزايد الانتقادات الموجهة للكرة الذهبية يوما بعد يوم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بفينيسيوس جونيور وريال مدريد. لقد أدت فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تقويض الجائزة، والتي كانت موضع جدل بالفعل، رغم أن النسخة الأخيرة كانت تتويجا مميزا في عالم كرة القدم. وكان إيكير كاسياس من بين أولئك الذين لم يترددوا في التعبير عن آرائهم في هذا الشأن، حيث عبر عن استغرابه لفوز رودري بالكرة الذهبية في حديثه مع كونترياس. قال حارس مرمى ريال مدريد السابق أنها جائزة سخيفة ولا توجد لها معايير واضحة، لا أعرف من يختار الفائزين بها. لم يتوقف كاسياس عند هذا الحد، بل أشار إلى أنه إذا لم يفز فينيسيوس بهذه الجائزة فيجب أن تذهب إلى لاعب إسباني آخر من فريق الميرينغي. وأضاف: على أي حال يجب أن تمنح لداني كارفاخال، كما أنني لا أفهم كيف لم يحصل أي إسباني على الكرة الذهبية من 2008 إلى 2012. وأكمل كاسياس قائلا: هذه الجائزة لا تمثل اللاعب الأفضل، بل تسير حسب الأهواء والمصالح. لذلك أطلب من كل لاعب كرة القدم في العالم ألا تتعامل مع هذه الجائزة بمحمل الجد، إنها فقط جائزة تسويقية بحتة. يبدو أن اللاعب المغربي أشرف حكيمي بات اللاعب الأبرز في باريس سان جيرمان الفرنسي بعد رحيل الدولي الفرنسي كيليان مبابي لريال مدريد الإسباني، وكأن الفريق يعده ليكون العميد القادم للفريق الباريزي. الأمر ظهر جليا يوم أمس عند الفوز بالكلاسيكو أمام مارسيليا، حيث توجه اللاعب نحو مدرج الجمهور محفزا اللاعبين ومحتفلا مع الباريزيين، على غير العادة في السنوات الماضية. بدوره مع باريس سان جيرمان يجهز عرضا كبيرا من أجل التجديد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي بعد محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح، لأن الفريق الفرنسي الممول قطريا لا ينوي التفريط باللاعب مهما كان الثمن، ولا أي لاعب آخر من هذا الجيل الجديد، والذي يعول عليه للفوز بدوري أبطال أوروبا حلم ناصر الخليفي. أشرف حكيمي محط اهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني، والذي ينوي التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي، ما سيجعله إدارة الفريق أمام تحدي تجديد له مهما كلفه الثمن، لأنه من الركائز الكبيرة والنجم الأول للفريق، وهذا ما سيدفع النادي لمنحه شرط القيادة وامتيازات مالية أخرى. فعدم التجديد له يعني خسارة لاعب من الطراز الأول ومبلغ مالي كبير، وهذا ما لا يتمناه أي مالك لأي نادي، وبالتالي فناصر الخليفي سيضحي كثيرا من أجل حكيمي. أشرف حكيمي سيكون أمام خيار في الميركاتو الصيفي: أولا قبول التجديد مع فريقه PSG والحصول على الامتيازات المالية وقيادة النادي، أو الخروج إلى ريال مدريد الإسباني من أجل اللعب على أعلى مستوى لتحقيق العديد من المكاسب الذاتية. هناك احتمالية انتقال النجم المغربي أشرف حكيمي لنادي إنجليزي من قبل مانشستر سيتي أو ليفربول ليكون خليفة أرنولد أو وولكر.
وما بين البقاء في باريس سان جيرمان الفرنسي أو الرحيل لأي وجهة جديدة. فالأكيد بأن ناصر الخليفي سيفعل المستحيل من أجل الإبقاء على الدوري المغربي، لأنه عنصر جد مهم في مشروع المدرب الإسباني إنريكي، لأن الهدف واضح وتحقيقه لا يحتاج خسارة المزيد من الأسماء الوازنة. أفادت صحيفة ريليفو الإسبانية بأن رودري بات على رادار ريال مدريد، خاصة مع الاتجاه التي تنتهجه إدارة النادي بضرورة بيع تشواميني الفائز بالكرة الذهبية الأخيرة والذي سينتهي عقده في صيف 2027، هو خيار من أبرز خيارات البلانكو لتدعيم خط وسط الموسم المقبل. هذا ولا تؤثر إصابة الركبة التي نالت من رودريغو على قرار الميرينجي، خاصة مع قناعة الإدارة ولاعب الفريق بالصفقة، وعلى رأسهم كارفاخال والذي سبق وأن صرح أقول لرودري كل يوم أن يوقع لريال مدريد. علق الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على فوز لاعبه ومواطنه رودري هرنانديز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول. وعلى عكس كل التوقعات حصد رودري جائزة الكرة الذهبية متفوقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد. وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: ماذا يمكنني أن أقول؟ أولا وقبل كل شيء أهنئه وجميع أفراد عائلته وأحبابه، إنها أخبار لا تصدق له ولنا جميعا. لمانشستر سيتي نحن فخورون به للغاية. واستعاد غوارديولا ذكريات حقبة المنافسة الأسطورية بين ليونيل ميسي الفائز 8 مرات بجائزة الكرة الذهبية وكريستيانو رونالدو الذي نالها 5 مرات. وفي هذا الصدد قال: لا أحد يستطيع التغلب على ميسي سوى كريستيانو. وأضاف: كان كريستيانو وحشا، لكن والد ذلك الوحش هو ميسي. حقق كلاهما شيء لا يصدق في السنوات 20 الماضية. وختم: ربما كانت تشافي وإنيستا يستحقان الكرة الذهبية في ذلك الوقت. لذلك أعتقد أن رودري حقق ما تستحقه كرة القدم الإسبانية على مستوى العالم. يسعى ريال مدريد لمكافأة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي عانى من صدمة مؤخرا عندما خسر الكرة الذهبية 2024 لصالح رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا. فقد ذكرت شبكة ريليف الإسبانية اليوم الخميس أن إدارة النادي المدريدي تريد توقيع عقد جديد مع فينيسيوس، وبدأت بالفعل مفاوضاتها مع المقربين منه منذ شهر. ولفتت إلى أن فينيسيوس الذي ينتهي تعاقده الحالي في صيف 2027 لا يستعجل التجديد مع الميرينجي وينتظر اللحظة المناسبة لمناقشة هذا الأمر. ويتواجد جونيور في صفوف ريال مدريد منذ صيف 2018 عندما انضم من فلامينغو البرازيلي.